فيديو جديد من فيديوهاتنا. تابعونا وخليكم معانا، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعيل زر الجرس. مشاركة كتير عشان تشوفوا معانا برضو ايه كل جديد. بصوا بقى، انا النهارده نزلت السوق. النهارده طبعا الخميس، انتوا عارفين يوم الخميس ده بحب ان ايه الواحد مثلا لو طول الاسبوع ماشيه حاجات كده ولا كده، حاجات خفيفه يعني، حاجات شعبيه، حاجات كده، عشان طبعا شايفين الظروف والدنيا الحلوه اللي احنا فيها. وانا النهارده طبعا قلت ايه اعوض على عيالي كده وايه، واعمل لهم النهارده ايه غدا حلو كده، مفيش حد ما بيحبوش. ماشي، المهم انا نزلت السوق. انا بقى ايه حابه احكي لكم على حاجه برضو ايه قبل ما انسى. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعيل زر الجرس ومشاركة كتير. ماشي، ما تنسوش. المهم استنوا المظبوط. فانا بقى ايه يعني، انا عايزه اوريكم حاجه من الظلم اللي بيحصل معانا. يعني طبعا انتوا عارفين ايه، يعني النهارده انا حبيت اجيب محشي وكده، ان شاء الله ايه ربنا يكرم اعمله معاكم. والله ولو اقدر اجيب لكل واحد فيكم حبه حاجه لو اقدر، بس انتوا ايه عارفين يعني الحمد لله. المهم ايه، انا نزلت السوق، بحب انزل بدري. قلت اجيب حاجتي بدري كده، الحاجه ما بتجيبها بدري طبعا بتبقى لسه جايه فبتبقى صابحه وكده. المهم ايه، انا قلت انزل واتكل على الله وربنا يرزق باللي يرزق بيه، وان شاء الله ايه تبقى حاجه كويسه. نزلت وكده، والله العظيم هذا حصل اللي هقول لكم عليه ده. اللي بيبيع خضره فتح المحل، ولما مؤاخذه واحد بيلم زباله كده مع العربيه بالحصان بتاعته معدي. المهم ايه، الاقيه مطلع ثلاث بتوع اللي هي اللي بيحطوا فيها الخضره الكبيره اللي عامله زي البقجه دي، 3 كبار مليانين وهيرميهم في الزباله. طب ليه؟ طب ليه ما ترخصهاش وتخلي الناس تشتري؟ ماشي، والناس اولى باللي انت هترميه ده. يعني انت لما هترميه في الزباله اللي هياكلوا ايه؟ مش ممكن يبوظ وهيترمي وهيتداس عليه، صح ولا لا؟ ولا يعني هيروح لحال نصيبه. طب ليه؟ وبرضو يعني المنظر خلانا نتضايق. يعني انتوا بتغلوا الحزمه والاربعه ب10 والاربعه مش عارفه بكام، كل واحد بيبيع بسعر شكل. طب ليه؟ ما انت في الاخر بترميها، هو رامي كميه مش حاجه بسيطه يعني نرحم بعضينا شويه، نرحم بعضينا شويه عشان ربنا يرحمنا من اللي احنا فيه. برضو يعني انا بكلم واحده قاعده بتبيع وتشتري، بقول لها مش كده، مش حرام ده يعني، ده ما يرضيش ربنا. قالت لي ده انا حتى لما اجي اقول له عايزه اخدهم للغنم ولا كده لا مؤاخذه ما بيرضاش. تقول لي غير ده وده الفاكهه كمان برضو بتكون عند البياع والجوز وكده، يقول لك انا ارميها وما باعش رخيص. طب ليه؟ مش حرام؟ كل ده هنسال عنه، يعني هنقف كده قدام ربنا وهنتسال عنه. نتقل شويه يا جماعه، واللي يقدر يعمل حاجه يعملها، لان دي نعمه برضو ربنا رزقنا بيها، نحافظ عليها ونديها برضو الناس مستحقاها. يعني دي كان عايزه اقول لكم ده اللي حصل معي النهارده، وكان مضايقني جدا جدا. نتقل الله بقى شويه. المهم خلينا بقى ايه في حوارنا النهارده. ايه حبيت بقى اعمل بقى ايه، خليكم معايا بقى كده، هجيب حاجه ودي. بصوا بقى نجيب بقى ايه، نجيب بقى الرز ده كيلو ونص ب30 جنيه. ماشي، اللهم صل على النبي. كيلو ونص فلفل ونص بتنجان، دول برضه عاملين 20 جنيه. ماشي، بس بصوا البتنجان حلو صغير، مش كده. بصوا البتنجانة صغيرة حلوة وخضرة. الفلفل برضه حبة الخضرة دول ب10 جنيه. شايفين؟
القوطه النهارده كيلو 16 بس يعني هنقضي بقى الحال النهارده، ربنا يسهل ان شاء الله. طبعا بصوا احنا مش جايبين حاجات كتير، والحلوه دي اهي ايه رايكم ب20 جنيه. مع العلم بقى حاجه كمان بقى، يعني انا وانا واقفه عنده بشتريها، واحده جت قالت له ايه انت امبارح كنت بتبيعها ب15 ليه ما تدهناش زي امبارح؟ وهي بايته يعني مش اللي هي الصالحه. قال لا امبارح كان بسعر والنهارده بسعر. بصراحه احرجته قلت لها اصل النهارده الناس هتطبخ فلازم ايه ياخدوا حقهم. قالت له ردت عليه قالت له ما انت لازم بقى تستغل زيك زي الباقيين. يعني ارحمونا يا جماعه، ارحمونا عشان ربنا يرحمنا كلنا. اللي يقدر على حاجه يعني ايه يوفرها او يعملها. الرحمه حلوه، ادينا بنشوف اللي بيحصل في البلاد وفي الدنيا، يعني نرحم بعضينا عشان ربنا يرحمنا من عنده. يا ريت. كانوا بيقول لك ايه زمان ايه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. احنا ايه نرحم بعضينا كده ونتقي الله بقى شويه، وما نظنش في الناس ظن السوء. ماشي، ما نظنش في الناس ظن السوء. ماشي، وما نظلمش حد. بلاش تظلموا حد، بلاش تظلموا حد، لان انت ما تعرفش اللي قدامك ده شايف ايه ولا ايه اللي بيحصل له. دي رساله موجهه لناس معينه، فبلاش. انا بقوم كده بقول يا رب كده الحمد لله ان انت احيتنا اليوم ده وتخلينا لعيالنا وترزقنا برزقهم وكل رزق حلال وتسترنا ربنا كريم من عنده بقى العفو والمغفره. خليكم معانا بقى ونشوف هنكمل ازاي. بصوا بقى هنا بقى ارجع ابتدي معاكم واقول لكم بصوا بقى نكمل مع بعض. هنا انا كنت جايبه وراك ونقعاها، ودي الخضره برضو نقعاها، وهنكمل بقى ايه المحشي مع بعضينا. بس طبعا هو ما كملش معايا قوي، بس معلش هنقبله على كده. هنا كنت بسلق بقى بسلق الكرنب وحطيت البصله. المهم دخلت على الخلطه على طول وقلت اما احشي عشان برضو ما اطولش عليكم الفيديو. الفيديو ده كان من اسبوع يا جماعه وبقاله حبه يعني، بس عشان انا كان عندي ظروف وكده ما كنتش عارفه انزله. المهم هو ده انا كنت بحشي ساعتها. وهنا بقى ايه كنت ايه حطيته ونزلته كده وعامل زي التورته. ايه رايكم؟ يلا بقى تابعونا وما تنسوش الاشتراك في القناه وصلوا على النبي. سلام.